عمرك تخيلتي تعيش حياتك كامله وانت كيتصحاب لك باللي كلشي غادي وكيتعاود؟ تخيل كنتي جالس مع صاحبك كتهضر شويه كتحبس، كيجيك واحد الاحساس غريب لدرجه ان لحمك كيتبورش. هاد اللحظه، هاد الهضره، هاد الكاس اللي محطوط، انا ديجا عشت هادشي. تقدر توقع حتى شنو غادي يقول صاحبك مورا ثانيه، وفعلا كيقولها. في المغرب كنقولوا هادشي واقيلا راه شفتو في حلمه، وفي العلم كيعيطوا ليه ديجافيو. واش بصح الروح ديالنا كتسافر للمستقبل ملي كنكونوا ناعسين، ولا كاين خلل في الزمن كيطرى لينا؟ في هذا الفيديو غادي نفككوا لغز ديجافيو بشهادات من علماء الفيزياء والاعصاب، وغنعرفوا واش حنا عايشين فري بلاي ولا كاين تفسير اخر اللي غيصنع. الفيزيائي الشهير ميتشيو كاكو عنده واحد النظريه اللي غتصدمك. كيقول باللي الديجافيو تقدر تكون لحظه تقاطع بين جوج ديال العوالم موازيه. تخيل باللي كاين انت اخر في كون موازي وعاش نفس اللحظه قبل منك بجزء من الثانيه، وفي هذه اللحظه بالضبط الترددات ديالكم تلاقاو. هذه ماشي خيال، هذه رياضيات كيهضروا عليها كبار العلماء. وهنا تقدر تطرح واحد السؤال: واش الديجافيو هو داك الشرجم اللي كتقدر تشوف فيه نسخ اخرى من راسك؟ المهم هادشي اللي قال هذا العالم نخليوه ابار ونشوفوا العلماء في جامعه سانت اندروس عندهم واحد الراي كفس من هذا. كيقولوا باللي الدماغ ديالنا كيدير واحد الغلط تقني سموه بالشورت سيركوي. المعلومه اللي كتشوفها بعينيك خصها تدوز من الذاكره القصيره عاد كتمشي للذاكره الطويله. في الديجافيو المعلومه كتدوز من عينيك للذاكره الطويله نيشان. هنا الدماغ ديالك كيسجل اللحظه بحال فايت طرات، ولكن راه يلاه كطرا غير دابا. وهنا كيطرا داك المشكل ديال انه كتشوف شي حاجه وكتقول اجي فين شفت هاد اللعيبه هادي. في بريطانيا كاينه حاله ديال واحد السيد اللي عاش في الديجافي لمده 8 سنين. تخيلوا معايا ما كيقدرش يتفرج في التلفازه، ما كيقدرش يقرا جريده، حيت كيحس باللي كلشي ديجا عارف. هاد الحاله حمقات الاطباء، واكتشفوا باللي القلق والستريس يقدر يطيحك في واحد الحاله ديال انه السيستيم ديال الذاكره ديالك كيتخربق وكتولي عايش في واحد اللوب، يعني حياتك بحال غادا وكتعاود. الذاكره ديالك كتولي عايش في القلق وكتعاود، يعني اي لقطه شفتيها كتعاود تبقى تشوف فيها. وانا دابا واقيلا السيستم ديالي تخربق. الاغلبيه ديالنا كيبقى يربط بعض المرات الديجافيو بالاحلام. كيقول يقدر هادشي واقيلا راه شفتو في شي حلمه، يقدر هادشي حلمت به من قبل. والحقيقه العلميه هنا هي انه الدماغ ديالنا كيحلم بالاف السيناريوهات. ملي كيطرى لك موقف كيشبه ل 10% من داك الحلم، الدماغ كيمحي جميع الاختلافات وكيخليك تامن بلي داكشي اللي شفتي راك ديجا حلمتي به. وهذه كتسمى بالذاكره الانتقائيه، يعني كتحاول تقلب على المعنى وسط العشوائيه. وفي الاخير الديجافيو هو تذكير بلي الدماغ ديالنا هو اعقد جهاز كاين في الكون. يعني سبحان الله شوفوا التعقيد اللي كاين في الدماغ ديالنا اللي ما قدرناش اننا نفسروه. وبعض الناس كيقولوا بلي الديجافيو هو واحد ليرور اللي كيوقع في دماغنا، يعني بحال الدماغ ديالك تيك 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 طلع لك. قولوا لينا في لي كومونتير شنو هي اغرب لحظه ديجافيو طرات لكم، وقولوا لينا واش توقعتوا زعما شنو غادي يطرا من بعد وطرا ولا لا. المهم شرحوا لينا البلان في لي كومونتير، بارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم اللي ديما كيقولوا لكم هاد اللحظه ديجا شفتها، لا هذه ديجا شفتها. قولوا لهم راه الديسك ديروا عندكم عامر، خاصكم تخويوه شويه. المهم ما تنساش دير معاك واحد الاشتراك وبقى فايق حتى هاد اللحظه تقدر عاوتاني تشوفها من بعد. وركز معايا، يلا بسلام.